اسمع يا زعامة، الشك في خدمه وما لها إلا أنت. ابشر وانا اخوك يا ريال. بشرك ربي بالجنة قبل كل شيء. تعرف هذا؟ هذا شوقي يلقبوه الطافي. اعرفه عز المعرفة. ايش جاب الله عندكم؟ بيحكي لك رفيق ايش القصة. ابن عمي قصي معه بس بيطلب الله به، وهذا الطافي طلع معه مشوار لا شارع المصاوي، وبعد ما نزل وهو راجعي مسكته النقطة وفتشوه وحصلوا معه حشيش. هذا أكيد هو الذي طرحه، ما بش غيره. كيف لو ما شكيتوا انه هو ربما انه واحد ثاني؟ ابن عمي طالب الله ورجال مستحيل يشتغل في هذه الحاجة. ما بش معانا غير الطافي بيفعلها هكذا في قصي. ليش ايش بينكم؟ ما بش بينهم شيء، بس اكتشفنا انه يعرف محمد صاحب البيت الذي قصي مستأجر منهم، وصاحب العمارة محمد بينه مشاكل هو قصي، فهو اكيد هو الذي رسل الطافي. وريني صورة محمد، معك صورته؟ ايوه معي صورته. هذا هو. وهذا معروف. فعلا الذي سماك الزعامة ما كذب. طيب ايش المطلوب مني؟ اشتيك تطلعه لنا وتخليه يعترف بكل شيء عشان نسلمه للشرطة. ابن عمي مظلوم وشاقي على أسره، وعمي مريض، ومحمد صاحب العمارة بسبب غياب قصي بيذلهم ويحاول يستغلهم. شوف يا ريال، اعرفك رجال ما ادي لا عندي الا رجال. اكيد الله المستعان. شوف لو ابن عم مظلوم صدق لافعل معاه المستحيل لو تراسي.